طبعا في ناس بتستغرب ان انا الرد بتاعي بيبقى متقطع، وفي حاجات كده بنود برد عليها واحده واحده وبالتفصيل كده. بس ده اكبر دليل ان انا اصلا مبتفرجش على الاشكال دي، لان انا فعلا اللي بينزل من نظري بيبقى قد كده، واللي بشوفه ان هو منافق، واللي بشوفه ان هو كذاب، واللي بشوفه ان هو بيتستر ورا اي حاجه وبيمثل والكلام ده ما بتفرجش عليه اساسا. وانا كده كده اوريدي، حتى خرسيتا بيزو دي انا ما بتفرجش عليها. انا عندي استوديو تحليلي لكل حاجه، الناس اللي فيه بتجيب كل حاجه وبتحللها، وانا بالنسبه لي بشوف الحاجات المهمه والمفيده في الموضوع وببتدي اطلع اسقط عليها، علشان انا بتصدق، والحمد لله ان كان عدد الناس اللي عندنا قليل فبيصدقونا. والناس اللي عندنا امبارح كانوا 1، بكره بيبقوا 2، بعده بيبقوا 10، بعده هيبقوا الوفات. فمفيش حاجه بتتبني من يوم وليله، وانا انسانه مؤمنه بالكلام ده كويس قوي. وطول ما انت ليك حق ما ضاع حق وراء المطالب. طيب هنتكلم في نقطه معينه. طبعا هما الحوار اللي حصل امبارح والفيلم المسلسل الهندي اللي حصل ده، وان احنا نحاول نطلع خرسيتا بيزو من قصه فراس، ونحاول ان احنا نبرئها في قصه فراس طبعا، اللي هي يعني ايه. لو هي قصة فراس بريئة منها، تبقوا انتوا يعني اللايفات اللي كنتوا بتطلعوها على بعض وتشتموا بعض والكلام ده كنتوا برضو مش انتوا اللي عاملينها. اوبجيكشن، تشهيركم ببعض ما كنتوش انتوا اللي عاملينه، انتوا عشان شركاء في الحوار. طيب هنسأل كل واحدة طلعت في اللايف ده وكل واحدة كانت موجودة، لما انتي اشمعنى عايزيننا نسامح خرسيتا بيزو؟ كل واحدة فيكم اشمعنى؟ عشان بقى عندها قواضي، وعشان انتوا عارفين ان انتوا في كتير حاجات انتوا ملطوطين فيها، وفي حاجات كتير انتوا شركاء فيها، عشان بقى عندها قواضي، وعشان نزلت جلسات، وعشان حاجات كتير. هتخافوا عليها وعلى بيتها اكتر من خوفها على نفسها وعلى عيالها. دي لا بتحب حد، ولا بتحب عيالها، ولا بتحب بيتها، ولا بتحب اي حد في الدنيا غير نفسها والماني، الفلوس اللي هي استفادتها من ورا التشهير بينا. وهسألك كل واحدة فيكم، انتي كل واحدة فيكم سامحت اللي حصلت بينهم وبينهم مشاكل كتير؟ انتي واحدة اللي مطلعاها معاهم، سامحتي مارسيل؟ سامحتي الناس اللي قلتي مش عارفه عليهم ايه؟ ياما ده انتي خناقاتك كانت كتير، كل اللايفات دي موجوده برضه، كل واحده اتكلمتي عليها. سامحتي الناس اللي كانت معاكي دي؟ سامحتي اي حد فيهم؟ اشمعنى دي بالذات اللي انتوا طالبين ان احنا نسامحها، رغم ان دي خدت عرضكم كده غسيل ومكوى؟ اشمعنى دي بالذات اللي عايزين توقفوا لها القواضي بتاعتها اللي احنا عاملينها لها اوبجيكشن؟ اشمعنى دي اللي المفروض ان انتوا بتعملوا خطط ومؤامرات؟ احنا نعمل خطط ومؤامرات ونطلع لايفات ونضغط بالفانز ونضغط مش عارفه ايه، بس ما حذرتم الترابيزه بتتقلب عليكم. الفانز يكفي ان هم يشوفوا ان انتوا منافقين، يكفي ان انتوا يشوفوا ان انتوا كدابين، يكفي ان يشوفوا ان انتوا بتتنازلوا عن شرفكم للدرجه اللي هي يعني ايه، واحده هانت شرفكم. اشمعنى دي اللي انتوا الموضوع عندها جاي كده وواقف، معنى كده ان انتوا شركاتها في حاجات كتير، او واخدينها بودي جارد زي ما انا قلت. فاشمعنى دي بالذات اللي انتوا بتعملوا الكلام ده كله؟ شفت واحده كاتبه ايه، اصل المشاكل دي بعد كده للبيوت والازواج والكلام ده. ما قلتيش لصاحبتك ليه يا حبيبتي ان المشاكل بتخرب البيوت؟ ما قلتلهاش ليه ما كنتي قاعده معاها في شتات؟ ما قلتلهاش ليه لما كنتي داخله معاها في شتات؟ ما قلتلهاش ليه لما فراس قال ان انت كنتي موجوده معاها في الشات اللي كانت بتختار فيه الصور الحيوانات اللي طلعتها على مامة اللي كانت بتتكلم في اللايف دي؟ ما قلتلهاش ليه ان المشاكل بتجيب مشاكل؟ ما كنتيش بتقولي لها ليه وانت بتسحبي لها لايفات بأمارة فراس؟ ما فراس قال عليكي الكلام ده، ما كنتيش بتقولي لها ليه؟ ما كنتيش بتقولي لها ليه الكلام ده؟ ما كنتيش بتقولي لها ليه وانتوا بتقعدوا تتنمروا على الناس في الشتات ان المشاكل بتجيب مشاكل وبتأثر على البيوت؟ دلوقتي بقيتوا سبحان الله بقيتوا كلكوا عاقلين واحنا اللي كريزي عشان احنا عايزين ناخد حقنا. لا، خرسيتا يا بزو بتقولي ان عمو محمود ضحك عليك. انتي كدابه يا بزو، انتي من ساعه ما رحتي لعمو محمود وانتي عارفه ان دعاء محمود جوزها رافض اي كلام. ده شرف يا ماما، ده شرف يا وليه منك ليه، ده شرف 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 شرف، وشرف بنته ومراته شرف. وانتي عارفه ان وانتي اما رحتي حاولتي تتكلمي في حوار شيرين وحوار رانيا وحوار دعاء، كله انتي حبيتي تاخدي الحوارات كلها لوكشه واحده، وكنت مركزه قوي مع حوار شيرين، لان حوار شيرين انت عارفه ان في امن دوله ازدراء اديان، ماشي؟ كنت مركزه مع حوار شيرين قوي كمان، ماشي؟ وتقالك ايه؟ مقفول الكلام، زقتي صاحبتك على شيرين،
وانا من البدايه لما صاحبتك بدات تدخل في الزواريق كده، صاحبتك كل مره تقول لك ايه، اصل انا هم لما بيتسامحوا ما بيتسامحوا وانا بقى وحشه ليه، وما تبقيش حقانيه ليه؟ مش هي صاحبتك؟ الصاحب لصاحبه. انا ايمان لما بتقولي، وصاحبتي اهي لما بتقولي كفايه على حاجه يبقى كفايه. ليه؟ لانها صاحبتي. لانها صاحبتي لما بتقولي كفايه على حاجه، وطالما الحاجه دي انا شايفه ان هي برضو في عقل كده وفي حاجه واحنا ما غلطناش في حاجه، واللي قدامنا مثلا هو وخلاص خدنا حقنا، كفايه. دعاء نفس الكلام لما بتقولي خلاص يا رانيا، ومتعصبه على حد وتقولي خلاص يا رانيا خلاص. لكن انتي صاحبتك كانت بتعمل اقذر حاجه في التاريخ، تشهير بالناس وباعراضهم وسبهم وكسفهم، ما قلتلهاش كفايه ليه؟ ولا دلوقتي كفايه عشان انتي اللي بتستعلمي لها على الكلام ده وعارفه ان هي خلاص متشيعه؟ انتي عارفه ان صاحبتك هتتشيع، وهتتشيع بحق كل واحده هي اذتها. ماشي؟ فكره ان انتوا تتصالحوا او ما تتصالحوش، انا قلتها الكلام دوت لما اتعرض عليا الحوار في الاول. هي لو هتتصالح، ولو الانسان عنده القابليه ان هو يتصالح، الانسان يطلع كده ويعترف للناس، تطلع كده وتشيل الفلاتر اللي على قلبها قبل اللي على وشها، وتطلع كده ايه بضمير صافي قدام ربنا، تطلع تقول يا جماعه انا عملت كذا، يا جماعه انا شهرت كذا. اذا كان انا قفشاها في الجروب بتاعها اللي هو 200 شخص ده، ساعه لما كانت متفقه مع عمه بابا دعاء وايمان ان هي ما عادتش تجيب سيرتهم، وانا اللي كل حاجه انا بتتسرب لي انا اصلا، قفشاها في الجروب ده وهي عماله تشحن في العيال، تشحن، ساكتين عليهم، مش عارفه ايه ده بيكسبوا من وراكوا فلوس، ده مش عارفه ايه، هتموت منهم بغل. وتطلع تقولك مش انا اللي بعمل اوبجكشن. امال مين اللي بيشحن؟ مين اللي بيقول لهم روحوا اعملوا فيك اكاونت؟ مين اللي بيقول لهم روحوا شهروا بالناس؟ ده بين الاكاونت بتاعها، الكلام من الاكاونت بتاعها، روحوا اكتبوا على صفحاتكم. هو ده انت مش بتزق الناس على التشهير؟ ولا انتوا مغفلين ولا ايه؟ مش فاهمه انتوا بتفكروا ازاي، او انتوا ناس منافقه للدرجه دي، النفاق للدرجه دي. انتوا هتقابلوا ربنا ازاي؟ هتقابلوا ربنا ازاي بان انتوا بتحولوا تطمسوا حقائق؟ هتقابلوا ربنا ازاي؟ ومين عمده الفيسبوك؟ واي مين اللي عملها عمده الفيسبوك؟ اما الفيسبوك ده بتاع مارك، مفيش حاجه اسمها عمده فيسبوك، ومفيش حاجه اسمها وزيره المرقعه، دي اسمها وزيره المرقعه. ومفيش حاجه اسمها اصل دي مشهوره. انتوا بني ادمين عاديين جدا، كل واحد عمده على نفسه، العمده عمده على نفسه، الريس ريس على نفسه. طب ما انا بيتقال عليا ان انا صندوق الطياره الاسود، ماشي؟ ما بطلعش اقول انا بيتقال عليا صندوق الطياره الاسود عامه يعني، لان انا معايا الابروف كله. اي حد بيبقى عايز يعرف حاجه ويعرف الشخص ده عدو ولا صديق بيتصل بيا، يقول لي مين ده، اقول له كذا كذا، خلي بالك كويس. بس وانا الحمد لله ما بذمش في حد طول ما الحد ده كويس. لكن الحد اللي هو ب60 في 70 طبعا لازم ادي الديتيلز بتاعه، سبوتات كده على حياته وعلى هو ايه، لان انا ما بحبش اتعامل مع الاشكال القذرة. فمين انتوا يا جدعان عشان تحكموا في تصرفاتنا او تحكموا احنا عايزين ايه؟ احنا عايزين حقنا كلنا. هل انتوا تحكموا عليها تطلع تعترف، تطلع تقول على البيدجات اللي هي بتعملها بالفيك، تطلع تقول ان هي بتستخبى جوه فيك اكاونت، تطلع تقول ان هي بتسرح النسوان الشمال، تطلع تقول ان هي بتشهر بالناس، تطلع اذا كان هي لايفات انتوا كنتوا موجودين فيها وبتنكرها، ولايفات معمول لها بيها صحة واقع، اكتر من كده فجر. دي لايفات كنتوا انتوا موجودين فيها ومتسجله اللايفات دي بيكوا ومن غيركوا، ومعمول لها بيها صحة واقع. كونكوا انتوا بقى بتطبلوا المصالح بتتصالح، وكونكوا انتوا اتفقتوا مع بعض احنا نعمل البروباجندا دي، بس لا، ما حذرتوا. انا فشلت لكم البروباجندا بتاعكم للمره الزبرميه، انا فشلت لكم البروباجندا بتاعتكم، لان ببساطه جدا انا اللي معايا الحقيقه والابروف، والناس الحمد لله بتشوف تسمع وبتقدر تميز الصح من الغلط. النهارده هيميز 1، بكره هيميز 2، بعده هيميز 10، بعده 1000. فياريت كل واحده تخليها في نفسها، تخليها في مشاكلها. سامحتي ما سامحتي، خليكي في نفسك، انتي ملكة نفسك وبس. ما تتدخلوش فيما لا يعنيكم، حتى لا تسمعوا ما لا يرضيكم. بعد كده تطلعوا تنحلنا مش ناقصه، هي ما عندناش مناديل كفايه ليكم، يلا اتكلوا.